تسليم دخل معنا المبروك العقربي ومحب الكوكب الرياضي بعقرب ولاعب سابق، وقال نطلب المصالحه مع الهيئه المديره، وتحب الجماهير تتصالح مع الهيئه والناس الكل تكون يد واحده، ويطلبوا لما تكون فيها الهيئه المديره مع الجماهير في مكان واحد ويفرقوا الرمانه كيف ما يقول. تحية لكم الكل في البرنامج في الاستوديو. تحية كبيرة للمستمعين نتاعكم وكذلك جمهور الكوكب الكبير. والله شوف، احنا حكينا قبل وبرشا مرات حكينا في الموضوع هذا بطبيعة الحال. جمعية مالية كان جمهورها، الجمعية معناها ما تكون واقفة معناها في الوضع باهي إلا بالالتفاف الجميع كما ديما نحكي فيه الموضوع هذا. الهيئة المديرة من قبل مش من تو إلى محلولة للناس الكل مرحبا. بقينا في إطار المعقول وكما نقولوا فيها معناها في إطار أن الجمهور يمارس حقه كجماهير، يعني دخول الميدان وكذلك تشجيع الفريق. في طبيعة الحال إذا كان ثم مقترحات ولا حلول تكون فايدة وتفيد بطبيعة الحال الفريق مرحبا بها وما علينا كان نسمعوها. ومعناها بالنسبة لي كرئيس جمعية معناها تاع جمعية الكوكب بالعكس معناها ديما نحكي وديما نعاود راهو معناها فوق راسنا الجمهور هذاك معناها ما ثم ما اذا كان معمر ما يصير معمر ما تكون جمعيه ثم اختلاف بين الهيئه المديره والجماهير بطبيعه الحال. هذا راهم يقدمش بين القدام، دونك ديما يخلي برشا حاجات تكون معناها ماهيش في المستوى. انا راني قبل كل شيء معناها كنت لاعب سابق وسيرت قبل في جمعيه معناها عديد السنين، نعرف قيمه الجمهور ونعرف قيمه العباد اللي تحب الكوكب ونعرف العباد اللي تحب الكوكب. بقينا كان نكونوا ايد واحده نعرف اللي رانا معناها مش تكون برشا ايجابيات للمجموعه وبرشا ايجابيات كذلك للفريق بصفه عامه. ديما نحكي ديما نعاود ديما نفس الموضوع اللي دين محلوله. ما عندي مشكله بيرسونيل ما حتى انسان ما حتى محب معناها. ديما حاولت نقعد مع برشا ناس، قعدت ديجا الاسبوع الفارط معناها مع احد معناها اعضاء ولا مع احد معناها الاعضاء اللي تابعين جروب معين. قلت له يا اخويا هذه جمعيه راهي ماهي جمعيه سليم بوغرة، هذه جمعيه العقارب الكل معناها حتى لو كان عندكم اختلاف مع سليم ولا مع احد اعضاء الهيئه. دونك لا يفسد ود القضيه كما يقولوا فيها، تجي تشجع على روحك وتشجع جمعيتك، هذاك واجبك كما احنا واجبنا نخدموها الجمعيه اللي نهار ما عندناش حتى مزيه ما دام تحمل المسؤوليات. الجمهور زاد من واجبه انه يجي يشجع ويحط الاختلافات على شيره. دونك انا بالنسبه لي ما نشوفش ثم اختلافات معناها اختلافات واضحه معناها اللي هي قاعده معناها سايره والا مشاكل مع الجمهور. بقينا ما نعرفش انا شنو اللي ساير، حتى اني تكلمت بعدنا نرى في دي ستاتيو في كذا معناها ما تدزش قدام معناها دونك ما نعرفش انا، ما صدقوني ما عندي حتى فكره على سبب الاختلاف معناها اللي قاعد ساير وعلى سبب معناها من المقاطعه ولا مش عارف ولا الجماهير ما تحبش تدخل. معناها حاولنا لو ماكسيموم بوسيبل، خفضنا حتى في اسعار التذاكر. بالنسبه لي ما عندي حتى مشكله مع حتى انسان اللي محلوله جمعيتهم هذيك. الجمهور ديما يقعد فوق راسي معناها بطبيعه الحال. ما كل جمهور كل جمعيه ما راهي من غير جمهور راهي ما عندها وين توصل. وتعرف انت عقارب القوه نتاعها معناها كي يبدو جماهير حاضره ويبدو التشجيع معناها 90 دقيقه في كامل المقابله بدايه المقابله. دونك بالنسبه لي ما عندي حتى مشكل. اذا كان عنده مشكله انسان عنده مشكله نجم نقعدوا سير تابل ونحلوا المشكله هذه. اذا كانت مشكله معناها صارت من الرئيس ولا احد اعضاء الهيئه المديره من واجبي نحل المشكله هذه، لكن على الاقل نعرف شنو السبب ولا شنو الاسباب اللي قاعده معناها نشوف معناها صراحه اللي هي موجوده معناها ما ثماش علاش معناها مش تكون معناها اختلافات ولا معناها حاجه ما ثماش علاش معناها الاختلافات هذه نجموا نجاوزوها بكل صدر رحب كما يقولوا فيها. ما عندي مشكله مع حد، نعاودها وزيد نكررها. بالعكس انا راني ولد جمعيه ولد الكوكب ونحب الكوكب ونغير عليه. دونك معناها اي انسان راه يحب الكوكب ويغير عليه ما نجمش نختلف انا وياه. ان شاء الله يهديهم ربي الناس اللي معناها عندها مشكله ربي يهديهم. واذا كان معناها مشكله شخصيه نجاوزها نجم نجاوزوها. بالنسبه لي ما عندي حتى مشكله مع حتى انسان. كو هذا نجم نقولوا ان شاء الله ربي يهدي النفوس وربي يهدي الناس الكل ولما فيه لمصلحه الجمعيه ومصلحه الكوكب ان شاء الله. معناها رغم
كما نحكوا تو نقولوا معناها الجمعيه في سيتياسيون معناها عاديه جدا، معناها تقريبا في المرتبه الثامنه مع تقريبا 5 ولا 6 فرق، رغم المشاكل على المستوى خاصه قبل المشاكل الماديه، المشاكل على مستوى اصابه اللاعبين، معناها تقريبا فريقنا تقريبا في كل مقابله 6 و7 ركائز معناها ما يكونوش موجودين. رغم ذلك قاعدين نحاربوا، قاعدين معناها ندمدوا في النقاط، ماناش معناها في ترتيب سيء في ديبار موسم، في ظروف وقت اصعب وقت في الموسم هذا الحمد لله قاعدين معناها على الاقل نجروا في النقاط، ترجع للملاعبيه، ترجع ملاعبيتنا الكل، وترجع للافكتيف كامل نتاع الفريق، على الاقل حتى المدرب ينجم يبقى ينجم يوظف خدمته في الميدان، الاطار الفني بصفه عامه. ان شاء الله ان شاء الله لاباس. وبالنسبه لي متفائل الموسم هذا، عندنا معناها صراحه معناها برشا عناصر ممتازه معناها قادره انها تهز الفريق من بعيد. كيف المشاكل الماديه بون هذه مشكله ماهيش جديده، تعاملنا معها في الموسم الفارتين ونجحنا، وان شاء الله السنه بقدره ربي مش تحسن الظروف اكثر، وان شاء الله معناها ما تحسن الظروف وكل شيء يتحسن، فقط معناها الناس لازم تقف مع ربيتها تقف على الجمعيه نتاعها ان شاء الله. مشكور سي سليم بوقرة رئيس كوكب الرياضي بعقيرب. هذه وجه رساله للجماهير، يقول قال لك الهيئه المديره لكوكب الرياضي بعقيرب مادة ايديها للجميع وما هيش رافضه الحوار، وان شاء الله بالتوفيق للكوكب في باقي المشوار، ولا باس ما فما حتى اشكاليه، الكوكب لا باس عليه.